كنتي مازال تالفه شنو غادا تبقاي توجدي السحور؟ هذا واحد الاقتراح من اجي نجربو. هو عباره على زلافه كتجي خطيره غنيه فيها بزاف ديال الفوائد. خليك معايا باش تشوفي الطريقه ديالها. كناخذوا البلبوله كنرطبوها قبل مده، يعني كل ما رطبتوها بمده قبل كل ما احسن، حتى كنحيدو منها هاد النشا كامل. دابا غادي نصفيه ونشللها مزيان وغادي ندوز نكمل معكم. صافي من بعد ما شللناها مزيان غناخدو هكا واحد شويه ديال الزيت، وغادي نحاولوا اننا ندخلو فيها الزيت باش ما تعجنش معانا. ضروري هاد المرحله ديال انك هاد البلبوله غنحاولوا بحال نبسبسوها بالزيت. كي كتشوفوا معايا انا درت لها غير فوره وحده وخليتها فارت مزيان. هانتو كي كتشوفوا راه ما معجنه ما والو. غنحاولوا نحلوها، غنخليوها تبرد. صافي تسنيناها حتى كتبرد. كتشوفوا راه كتجي مفركه، يعني ما كتجيش معجنه. الطريقه اللي عطيتكم راه زوينه بزاف. المهم غناخذ زليفات نديروا البلبوله هي الاولى. صافي وهنا كنضيفوا الرايب، يعني منزلي او مشري ماشي مشكل، وكنضيفوا الفواكه اللي عندنا تفاح بنان كيوي فريز، وكذلك كنرشوا عليهم الحبوب اللي متوفره عندنا، يعني داكشي اللي كنبغيو. صراحه هذه كتجي غنيه بالفوائد ولذيذه كذلك.